بعد ما صارت الحرب وصارت ضحايا كثيرين تطلع على شاشات التلفزيون من جانبين، طبعا الجزائر يعني تتحرك بالتأكيد راعية الاتفاقية اتفاقية 75، فقام بزيارات مكوكية محمد بن يحيى. وصارت حادثة الطائرة، إسقاط طائرة. أمر طبيعي أن الجزائر أسقطت الطائرة أثناء توجهه من بغداد إلى من طهران، بغداد إلى طهران، وكان على الحدود بين البلدين، على المثلث بين تركيا وإيران والعراق. نعم تقريبا. بس سقط الصاروخ اللي ضرب الطائرة في الأراضي الإيرانية. نعم. داخل في ذلك المثلث. واتهمت إيران أن هي اللي قتلته. اتهمت إيران هي التي قامت بالعملية إلى آخره. فمرت فترة أشهر طبعا، وبالتأكيد يعني متوقع أن يجري تحقيق من قبل الإيرانيين والجزائريين في هذا الموضوع. فإجانا وزير النقل الجزائري إلى بغداد. فوزير النقل طبعا موفد من القيادة من الرئيس شاذلي بن جديد، الرئيس الجزائري والقيادة الجزائرية. فأنا استدعيت أيضا إلى الحضور في القصر الجمهوري، فكان الرئيس صدام والموفد الجزائري وأنا فقط ثلاثة في هذا اللقاء. اللقاء ما استمر كثيرا. كان وزير النقل الجزائري يحمل مجلد، ملف مجلد حقيقة كبير، أي ملف ضخم. طبعا قدم مقدمة مضمون المهمة ما هي. فقال له سيادة الرئيس أنا مرسل من الرئيس شاذلي بن جديد ومن القيادة الجزائرية، احنا أجرينا تحقيق موسع وشامل في موضوع إسقاط طائرة وزيرنا وكذلك الإيرانيين، وتوسعنا الإيرانيين ذكروا لنا أنه هذا الصاروخ ليس إيرانيا. فأخذنا الصاروخ لأن عليه رقم، ما تبقى في رقم على نعم. الصاروخ. نعم. رحنا للاتحاد السوفيتي مصنع في روسيا. فالسوفيت أكدوا أن هذا نعم هذا الرقم بصفقة صواريخ عقدها العراق بالتاريخ الفلاني بكذا بكل التفصيلات. يعني العراق فيقول هو الوزير هذا اللي سمعته من عنده ثبت لنا للقيادة الجزائرية أن العراق هو الذي قام، طائرة عراقية رمت يعني صاروخ جو كان جو طبعا من طائرة حربية عراقية. لكن الرئيس الشاذلي بن جديد أصدر تعليمات مشددة جدا أن هذا الموضوع التحقيق يكون في نطاق ضيق جدا، يعني اللجنة العليا لجبهة التحرير الوطني الجزائرية ومجلس الوزراء، وربما مو كل مجلس الوزراء المختصين، وأنه لا ينزل إلى الشارع ولا ينزل إلى وسائل الإعلام بأي صورة. وهذه تعليمات قال مشددة جدا من الرئيس شخصيا. فاستلم التقرير الرئيس صدام ولم يعلق بكلمة واحدة أثناء الجلسة كلها. هي ما طولت، يعني كانت جدا قصيرة. يعني لم يعلق بأي شيء إطلاقا. فمن راح ولم يظهر على وجهه أي شيء أبدا. وبعد ما راح الوزير صافحه، فيما لا خلص وراح.